تخيل انك تشوف كائن بيعوم جوه الميه، تستغرب من شكله لان دراعه مقطوعه، بس لما تسيبه كام يوم او كام اسبوع وترجع تبص عليه مره تانية هتلاقي دراعه رجعت مكانها زي الاول واحسن كمان، وكأنك رجعت بزمن جسمه لورا. اللي قدامك ده مش خيال علمي ولا تجربة علمية، ده كائن حقيقي بيعيش ما بيننا اسمه السلمندر أو عفريت المية. شكله كائن بسيط جدا لكن جسمه بيحتوي على قدرات خارقة بتخلي العلماء بيقفوا قدامه مذهولين. ازاي كائن بالحجم ده يقدر يجدد أجزاء جسمه بالكامل كأنها أصلا ما اتقطعتش؟ خلينا النهاردة نتكلم عن الحيوان ده مع بعض، بس في الأول بقى ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة. أنا إسلام سيد ودي قناة صندوق الدنيا. في الأول كده خلينا نقارن ما بين عفريت المية وبعض الكائنات التانية اللي بتعرف تجدد أجزاء من جسمها، زي مثلا نجم البحر أو السحالي اللي ممكن تغير ليها ديل جديد. وهنلاقي بعد المقارنة دي إن عفريت المية فعليا مختلف تماما. خلينا الأول نتكلم عن نجم البحر. نجم البحر ممكن يجدد أطرافه، لكن العملية دي بتاخد شهور، وساعات ممكن يطلع في الآخر بشكل مختلف ومش بنفس الدقة، ومش كل الأنواع تقدر تعمل كده. وبالنسبة للسحالي في أنواع بتفقد ديلها لما تحس بالخطر وبعدين يطلع ليها جديد، بس الديل الجديد ده بيكون مزيف، لا بيكون فيه عظام ولا بيكون فيه اعصاب. وفي عندنا برضه اناديل البحر، بعض انواع منها بتقدر ترجع لمرحله الطفوله من جديد، لكن مش بتجدد عضو معين في مكانه، ولكن هي بتعيد دوره الحياه بالكامل. لكن بقى عفريت الميه هو الوحيد اللي بيقدر يجدد الاطراف بالكامل من عظم وعضلات وجلد واعصاب، ولو العدسه والشبكيه في العين اتدمرت بيقدر يعيد بنائها بالكامل. والاغرب انه بيقدر يجدد القلب والرئه والجلد والعمود الفقري كمان، وده كله من غير ما جسمه يغلط غلطه واحده او يتحول لخلايا سرطانيه. يعني مش بيجدد كده وبس، ده بيجدد بدقه وذكاء. علميا السلمندر بيعتبر النسخه المتقدمه من كائنات الارض، رغم بساطته في الشكل، هو ببساطه عجوبه طبيعيه، نموذج حي للقدرات اللي احنا كبشر بنتمنى نوصل ليها في يوم من الايام. طيب ايه بقى السر ورا القدرات الخارقه بتاعت السلمندر؟ السؤال دوت حير العلماء. ازاي كائن بسيط بالشكل ده عنده قدره خارقه زي دي، واحنا كبشر مع التقدم العلمي اللي احنا فيه جسمنا مش بيقدر يعمل كده؟ وساعتها العلماء عرفوا ان الاجابه موجوده في الخلايا بتاعته، وتحديدا في حاجه اسمها الخلايا الجذعيه المتعدده القدرات. والخطوات اللي بتحصل داخل جسم السلمندر لما يتعرض للإصابة، أولا بتكون التجلط السريع. أول ما العضو بيتقطع يبدأ الجسم يقفل الجروح علشان يمنع النزيف والعدوى. تاني حاجة بتكون تكوين البلاستيما، ودي مجموعة من الخلايا الجذعية اللي بتتكون عند طرف الجزء المقطوع. دي الخلايا السحرية اللي بتتحول لأي نوع من أنسجة الجسم، عضل، جلد، أعصاب. تالت حاجة بتكون زي إعادة البرمجة كده، الخلايا ديت كأنها بتنسى هي كانت إيه أصلا، وبتبدأ من الأول وتتحول لأي نوع تاني الجسم محتاجه. رابع جزء بيكون اسمه إعادة البناء. الجسم هنا بيبدأ يعيد بناء الجزء اللي اتقطع من الصفر، بناء حقيقي وكامل. والأغرب إن الخلايا دي مش بس بتتجدد، دي كأنها فاهمة مكانها ووظيفتها، وبتعرف ترجع كل حاجة زي ما كانت. وفي الآخر العلماء لحد النهاردة بيحاولوا يفهموا إزاي الخلايا دي بتتجدد من غير ما تتحول لخلايا سرطانية، وإذا كان إحنا ممكن نقدر نخلي الخلايا البشرية تتصرف بنفس الشكل دوت ولا لأ. وبالنسبة لعفريت المية هنلاقي في حاجات كتير قوي غريبة في حياته، زي مثلا إن هو بيعيش سنين طويلة. في أنواع منه بتعيش لأكتر من 20 سنة، وفي بعضها اللي وصل ل50 سنة. وبالنسبة لنظام التنفس، فنظام التنفس عنده مختلف تماما، لأنه بيتنفس عن طريق الجلد، مش محتاج رئة، ويمكن علشان كده بيفضل في الأماكن الرطبة معظم الوقت. وفي برضه منه أنواع سامة، ودول بقى بيفرزوا أنواع كيميائية من جلدهم علشان يبعدوا المفترسين. وفي السلمندر العملاق الصيني، وده ممكن يوصل طوله ل 2 متر، وبيعيش في أنهار الصين، وده يعتبر أطول سلمندر في العالم. وفي الآخر بقى تفتكروا هل ممكن في يوم العلماء يقدروا يوصلوا لطريقة يخلي الإنسان يجدد بيها خلايا بنفس الطريقة ديت، أو يتجنبوا مرض السرطان بنفس الطريقة دي؟ ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة والكلام الجميل ده كله، واستنونا في حلقة جديدة من قناة صندوق الدنيا.